خناقه كبيره قوي دايره في الشارع اللي جنبنا بين جيراننا اللي والله العظيم زي اخواتنا واكتر، وبين شويه بلطجيه بقالهم فتره في الحي بتاعنا. العركه طولت ومش لاقيين لها حل، وجيراننا مش عارفين ياخدوا حقهم منهم باي طريقه. اصل بيني وبينكم كده معروفين انهم صهاينه وما بيكبروش لحد. خليني بقى احكي لكم الحكايه من الاول وانتوا احكموا. القصه بدات من زمان قوي، يجي اكتر من 100 سنه، لما جدود جيراننا كانوا قاعدين في حته الارض بتاعتهم لا بيهم ولا عليهم. فجاه بقى جه جماعه اغراب بس مسنودين من العمده، قال لهم روحوا اسكنوا في ارض الناس دي ومحدش هيكلمكم. الكلام ده فعلا يجي اكتر من 100 سنه زي ما قلت لكم. العالم البجحه دول بقى خدوا حته ارض صغيره من جيراننا وقعدوا فيها، وهم عاملين فيها طيبين ومنكسرين. وجيراننا عشان بتوع سلام بجد مرضوش يصغروا عمده البلد، لكن الاغراب دول طلعوا صهاينه زي ما قلت لكم، وكانت نيتهم سودا من الاول، عاملين زي السرطان. فضلت اعدادهم تكتر وقوتهم تزيد، وكل شويه عمالين يتسرسبوا وياخدوا حته ارض لغايه ما بقت الارض النص بالنص. جيراننا بقى اصحاب الارض ما سكتوش ودخلوا معاهم عركه كبيره سنه 1948، يعني يجي حوالي كده من 75 سنه، لكن للاسف ما قدروش عليهم ولا قدروا يرجعوا ارضهم اللي استولوا عليها الصهاينه. ودارت بينهم خناقات كتير لغايه 1967، وهم طبعا علشان مسنودين من العمده قدروا يشفطوا 3/4 الارض. وللاسف وسط الخناقه دي خدوا حته من ارض بيتنا احنا كمان، بس الحمد لله بيتنا مليان رجاله وعرفنا نرجعها. المهم جيراننا راحوا للعمده وكبار البلد، بس يعني ما حدش نصفهم، لحد في الاخر لما الكبار لقوا شكلهم وحش حكموا ان الوضع يفضل زي ما هو، وحكموا ان يتحط حدود بين اصحاب الارض الاصليين وبين البلطجيه بالوضع الجديد. ما كانش قدام جيراننا غير انهم يوافقوا ويقعدوا على ربع ارضهم بس، وهم يعني مش عارفين ياخدوا لا حق ولا باطل مع البلطجيه دول. وتمر الايام والبجاحه لسه جواهم ومش راضيين باللي خدوه، وعينهم على ربع الارض اللي قاعد فيها الناس الغلابه، عمالين يضايقوا فيهم ويضربوهم ويتخانقوا معاهم. ده كمان كانوا بيخطفوا عيالهم ويكسروا بيوتهم، لغايه يعني اصحاب الارض ما بقوش عارفين يروحوا فين وبقوا مزنوقين في حتت صغيره قوي. ده حتى الجامع بتاعهم مش راضيين يخليهم يدخلوه ولا يصلوا فيه، وبيقولوا ان الجامع ده مبني على الارض بتاعتهم. هنقول ايه؟ ما هم صهاينه. المهم ان البلطجيه دول برضو مش ساكتين، ما هو محدش عارف يقف له، واليومين دول وصلوا ان هم مش عاوزين يقعدوهم على الربع ارض بتاعتهم كمان، وبيحاولوا يطردوهم منها باي شكل، لدرجه فعلا ان هم عايزين يبيدوهم من على وش الارض. الغريب بقى ان جيراننا دول لما بيتكلموا وبيطالبوا بحقهم وارضهم رد البلطجيه دول واحد وما بيتغيرش: ما تروحوا تقعدوا عند جيرانكم واخواتكم، ما الارض عندهم كتير، وسيبوا لنا احنا حته الارض دي ناخدها لينا. بس بقى عندك انت وهو ومحدش يتكلم علينا، احنا مستكتين وواقفين مع جيراننا دول طول عمرنا، وقضيتهم قضيتنا، ونفسنا ان حقهم يرجع لهم، لكن مش البلطجيه ينهبوا ارضهم واحنا نفرط في ارضنا احنا كمان. كل حي اولى بحقه وببيته وبارضه، واحنا للاسف العيال الصغيره اللي عندنا كبرت وشايفه الوضع قدام عينيها. في منهم ولاد بتقول يلا نخش العركه معاهم، وفي ولاد بتقول ما تجيبوا جيراننا يقعدوا عندنا ويقسمونا لقمتنا. للاسف لا دول صح ولا دول صح. الصح زي ما قلت لكم ان كل حد يلزم ارضه ويلزم بيته ويلزم حقه، واحنا كده كده مش مقصرين مع جيراننا وهنفضل واقفين جنبهم. لما حد فيهم بيتعور بنغيثه، لما ما بيكونوش لاقيين اللقمه بنديهم وبنقسمها معاهم، ده كمان احنا ممكن نجوع وناكلهم هم. اظن رسالتي وصلت. نتمنى وندعي ربنا ان الحق يرجع لاصحابه في اقرب وقت، وما يضيعش حق ابدا وراه مطالب. ولا انتوا رايكم ايه؟ قولوا لي رايكم في الكومنتات.